كانش بيخاف يعترف. في جريمة من جرايمه قال لواحدة قولي لكل إن المطارد الليلي كان هنا، وهي فعلا وصفت وشه للشرطة. صورته انتشرت في كل مكان، وفي الآخر الشارع نفسه انتفض ضده. وفي مرة كان معدي الناس عرفوه، هجموا عليه وضربوه لدرجة كانوا هيقتلوه، بس الشرطة لحقته وأنقذته. ولما جه وقت المحاكمة دي كانت عبارة عن عرض عالمي. ريتشارد كان لابس بدلة ونضارة شمس ماشي كأنه نجم. اعترف بعبادة الشيطان والشهرة غرته. وفي الوقت ده بره المحكمة كان ليه معجبات أكتر من أي وقت فات، حوالي من 12 ل 15 بنت كان بيبعتوا له خطابات حب جوه الحبس. واحدة فيهم كان اسمها دورين ليو، كانت شغالة محررة في مجلة، عندها 25 سنة، كانت مقتنعة إنه بريء. بناء عليه أنا معرفش بعتت له أكتر من 75 خطاب حب، وحضرت كل جلسة محاكمة ليه، وفي الآخر عرضت عليه الجواز واتجوزته جوه السجن. ساعتها القاضي حكم عليه بالإعدام في غرفة الغاز، وإنه يتنقل لسجن سوسان كوينتين، وهناك كان بيجيله زيارات من معجبات كتير ليه. وفي سنة 1992 صحفي كان اسمه فيليب كارلو عمل معاه أكتر من 100 ساعة مقابلة، ونشر كتاب عن حياته. وساعتها استئنافه اترفض، وكاليفورنيا وأمريكا كلها ثبتت حكم الإعدام. وفي سنة 2013 دي كانت النهاية. ريتشارد مات بسرطان الغدد الليمفاوية وهو لسه على كرسي الإعدام، كان عنده ساعتها 53 سنة. وفي واحدة من المقابلات النادرة اتسأل ريتشارد هل في حاجة اسمها بذرة شريرة بتتولد مع الطفل، ولا الظروف هي اللي بتحوله الوحش؟ وساعتها جاوب بكل برود، قال لهم القاتل ده بيكون من وصفه، يا اما مخدرات يا اما اساءة معاملة الاطفال، كل ده بيصنع القاتل. وهنا القصة بتنتهي.